السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعدادات الصيام، استعدادات رمضان من رجب وشعبان. ايه الفكرة في ان ربنا سبحانه وتعالى قدر وقرر ان الصيام يكون جزء منه منع الاكل والشرب. الجسد شيء مادي ارضي، احنا عبارة عن جسد وروح. الروح تتغذى من السماء والجسد يتغذى من الارض، فغذاء الجسد كله ارضي، عبارة عن أكل وشرب ومية وكده. ده الطبيعي بتاعها، خلاص ده الطبيعي بتاع الجسم. فإحنا في الصيام ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتغذى سماويا فقط، سماويا فقط. فبنصم، خدوا بالكم كلمة صيام جاية من صم ووضع صمام، فبنضع صمام لمصادر الغذاء الأرضي للجسم. فبنقول للجسم احنا هنقفل عليك مصادر الأكل والشرب الأرضية، هنقفلها، لانك يا جسد احنا محتاجين نزود الروح، نعلي نسبة الروح فينا، لان هو الصيام جاي يعمل كده. خلاص، فالجسد ما عندوش مصدر تاني للأكل والشرب غير الأرض، فيبتدي يعمل حاجة جميلة جدا. وهنا يظهر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. الجسد ذكي، بيعمل ايه؟ لما تلاقاك قفلت وصميت وعملت صمام على الأكل والشرب الأرضي اللي هو الفطار والغداء والعشاء، وطبعا كمية الأكل المفروض كلها بتقل والدنيا بتهبط خالص، ده المفروض في رمضان وفي أي صيام. فبيبتدي يفكر: طب أنا متعود إن أنا آكل شيء مادي، أنا جسد، أنا متعود على الشيء المادي. يقوم يعمل إيه بقى؟ يقوم يدور على الخلايا التالفة والخلايا السرطانية والخلايا الملتهبة والخلايا المشوهة، أي شيء يضر الإنسان. وهو بيبقى عنده تكنيك كده بيعرف يميز الخلايا السليمة من الخلايا المريضة. لنعتبر مثلا إن لون الخلية السليمة مثلا بيج، واللون الخلية المريضة بالنسبة له لونها اسود او بني غامق او مزرقة او اي شيء. فهو بيعرف يعمل فحص كده بسرعة للالوان او لطاقة المرض اللي موجودة، وتك تك تك يروح اكلها ملتهمها. وده شيء علمي ومثبت. احنا عندنا في جسمنا خلايا اسمها البلعمية الملتهمة، دي بتدور على اي شيء مش طبيعي في الجسم تاكله. وبيجي الصيام لما الجسم بيتقفل عليه منابع الأكل الطبيعي العادي، الروتين العادي اللي متعود عليه، فبيبتدي يحصل له صدمة، فيبتدي يفوق: طب أنا أعمل إيه؟ أنا أكلي أرضي. فيدور بقى على الإيه؟ على الحاجات الملتهبة المشوهة البيضة، الدهون، الترهلات، تك 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 يتخلص منها خلال 30 يوم. والموضوع إحنا في الأرض يا جماعة تجربتنا تجربة وقت. فالصيام شهر رمضان 30 يوم، فال30 يوم التكنيك بيتكرر يوميا لحد المفروض لو الصام صح، لو الإنسان صام صح، يجي عليه آخر رمضان يكون صحيح بدنيا 100%. وهو كده كده روحانيات عالية، وبنستمد طاقة من الله عالية عن طريق القيام، وعن طريق ان انا بنيتي بستمد نور طاقة رمضان ان ربنا منزلها في الكون. فروحانيا انا بستمد، وجسديا الجسد شاف مصلحته خلاص، بيقوم على التالف والهالك وياكله. فنخلص علينا ايه؟ يخلص مننا رمضان واحنا في تمام الصحة والعافية جسديا، ومشحونين شحنة تقضينا السنة كاملة. شحنة رمضان الطبيعي والمفروض تقضينا سنة كاملة، سنة كاملة هعيش بالشحنة دي. الشحنة دي هتخليني منور، هتخليني عندي أفكار إبداعية، هتخليني بعرف أختار اختيارات صح، أشوف الناس صح، عندي بصيرة، عندي رؤية، عندي ذكاء عاطفي، عندي ذكاء عقلي. حاجات كتير جدا المفروض تحصل من رمضان، للأسف ما بتحصلش، لأن احنا مش فاهمين يعني إيه رمضان، مش فاهمين يعني إيه صيام، وبنصوم كما وجدنا آباءنا وأمهاتنا بيعملوا. ودي آية واضحة في القرآن: كذلك وجدنا آباءنا. ما ينفعش نصوم كده وخلاص اللي هو ورثنا الصيام ورثنا الصلاة، لا. أي شيء بنعمله في ديننا جميل جدا ورائع جدا، بس أرجع للأصل. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما حط التكنيك ده، حط العبادة دي، حط النسك دي، هو كان عايز مننا إيه أصلا؟ هي مش متوارثة. فلازم أتخلص من حتة التوارث في العبادة، لأن دي بتميت القلب وبتميت الفايدة اللي المفروض هتجيلنا من ربنا سبحانه وتعالى من وجود الشيء. ربنا مش بيكلفنا بأوامر وخلاص، هو عايز فايدة، هو عايز يفيدنا، عايز يقوينا، عايزنا نستعين في الرحلة بتاعتنا لحد ما نسيبه إن شاء الله نسيب الأرض ونروح لربنا، نكون معانا كل أدواتنا فنستغلها صح. من أهم الأدوات دي الصيام.
فدي كانت من الاستعدادات رمضان، انك تعرف جسمك محتاج ايه في رمضان وهو بيتصرف ازاي. الجسم ذكي وعارف كل حاجه، بس احنا اللي مش بنديله فرصه، عمالين نضغط عليه باكل وشرب وحاجات كتير. فناخد نيه السنه دي باذن الله في رمضان، هنخلي موضوع الاكل والشرب ده على يعني الحد الادنى خالص. وطبعا مش هيجي من اول مره، بس احنا خدنا الفكره. يا معقول انا هدخل رمضان بالنيه دي وبالتفكير ده. انا مش عايز الخم نفسي بالاكل، انا المفروض الصيام اسد منابع الاكل والشرب اللي جايه من الارض، واستمد النور من السماء والطاقه من السماء والروحانيات من ربنا. هو ده رمضان. فدي النية اللي لازم ننويها، ونفهم الجسد عايز يعمل ايه عشان نساعده يطلع في اتم الصحة والعافية. حاجة رائعة، حاجة تشافي رهيب رهيب رهيب، بس احنا نسمح وننوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.